الله يسعد صباحكم اخواتي جميعا، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. الانسانيه انعدمت، الدنيا صارت مصاري، الناس صارت مصالح مثل ما انكم شايفين. الواحد عم يموت عم يحسب حساب لموته لقدام. العالم عم تجي من الشام، من حمص، من كل محافظات سوريا لتيجي تدفن هون بالسيدة زينب، لأني منطقة مقدسة وفيها القبور أرخص قبور بسوريا. طيب ليش القبر اليوم 100 مليون؟ ليش 100 مليون؟ عم تستملك انت مبلغ كامل حتى تدفع 100 مليون؟ طيب الناس اللي ما معها 100 مليون منين بدها تشتري قبر؟ بروح بكبوها بحوية الزبالة يعني؟ لكن الناس إذا عم بتموت قبل ما تموت عم تحسب حساب لموتها. طيب لو معه 100 مليون ما كان مات الزلمة، أو المرة ما كانت ماتت. بجوز كان معه مرض سرطان كان فينه يحسن يداوي حاله، بجوز كان معه مرض يحسن مثلا يشتري له يطيب، بجوز كان بده عملية يطلع يعمل عملية بهال 100 مليون، ما كان راح مات. ارخص قبر بالشام 50 مليون، ليش 50 مليون؟ 50 مليون تشتري فيها بيت عباره عن غرفتين وصالون ومنتفعاته. طيب قبر طوله ما بيتخطى المترين، طوله عرضه نص متر، ليش 50 مليون؟ ليش 100 مليون؟ ليش؟ اذا الواحد بده يعمله مثلا مثل هذا، صور لي هون قال لك مثل هذا هيك على الارض، هذا حقه 50 مليون، هذا بالشام يكون بيعلمكم هذا القبر. اما اذا بده يعملوا مثل هذا حقه 150 مليون، اذا بده يعملوا هيك عادي مثل هذول البيض العاديات حقه 100 مليون قبر. ليش هالشيء؟ يا جماعه كان انا حاسس الانسانيه انعدمت، ما تم في وجدان، ما تم في. طب الناس اللي ما معها منين بتجيب قبر؟ طيب فهمنا في عالم معها بتبيع سيارتها لحتى تشتري قبر، تدفن فيه امها او ابوها او اخوها او اولادها او مرتها. طيب والناس اللي ما معها منين بتجيب قبر؟ بيروحوا بكبوها. انا بتمنى من كل اللي عم يشوف هذا الفيديو يعمل له مشاركه مشان يوصل للمستلمين المقابر بمحافظه دمشق او بكل محافظات سوريا، للمستلمين المقابر مشان قصص الدفن وما دفن، ويساعدوا بعمل هالشغله. انه ليش 100 مليون؟ ليش 50 مليون؟ والله ما مستاهل قبل 50 مليون. قبور ما في عم بقول لك، وقبور مليان بعليكم. صور هني، هاي شو هالقبور؟ هاي كلها لازم تتظبط تنعمل للناس. بقولوا لك قبور ما في وكل هالقبور فاضي ولسه في صف ثاني. المقبره ما شاء الله كبيره قد ما تتصوروا يا جماعه. اخواننا بالشام عم بيجوا بدفنوا هون، اخواننا ساكنين بعيد عن المنطقه عم بيجوا بدفنوا هون، لان القبور عم يرخصوها اكثر وهم معهم حق، الحق بايدهم. احسن ما يدفعوا 100 مليون و50 مليون بيجوا يدفعوا لهم 10 ملايين. 10 ملايين يعني ماشي حالها. في عالم بتتدين دين كمان على الطريق، او ما نحسن يعملوا هدول كلهم بده تصليح. طيب شلون بتحفر قبر بسرعه وهذول كلهم بده تصليح؟ ليش ما تظبطهم؟ احسن ما تحفر قبر بتظبطهم. اخواتي هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى الكل يعمل له مشاركه، تخلي يشوفوا المسؤولين المسلمين القبور عنا هون بمحافظه دمشق او ارياف دمشق او محافظات سوريا كلها، ويلاقوا حل لهالوضع. الناس المساكين ما بدها تشتري قبر. طيب يلا بروحوا بحفروا ارض ودفنوه خلصت يعني، هيك كان الشغله عاديه. لاني هذا كان الفيديو لليوم اخواتي، السلام عليكم.